عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيتكم بريسيت كسكسي بالحوت. أول حاجة خذيت الحوت نظفته ومن بعد ملحته بالباهي. بعد خذيت كمون كعب ريحته. من المستحسن في الكسكسي بالحوت نعملو كمون فريشك معناه مرحي جديد. خذيت لهنا طنجرة متاعي حطيت فيها كمية باهية من زيت زيتونة وقرينات فلفل مملحين وراس بصل مش كبير ومش صغير متوسط، قصيته جرار جرار. نخليهم يتقلّوا على نار هادية ومن بعد نزيد الثوم المرحي والكمون، ونقعد نحرك كيما قاعدين تشوفوا. لهنا زدت زوز مغارف فلفل أحمر حلو ومغارفة فلفل أحمر حار، من بعد حطيت شوية ماء سخون باش ما يتحرقليش الفلفل الأحمر، من بعد زدت 3 مغارف طماطم معجونة. الكسكسي بالحوت يحب الطماطم راهو، ونقعد نحرك ونزيد شوية ماء سخون باش الطماطم تتحل بالباهي. من بعد ما تقليت التقلية متاعي بالباهي هزيتك القرينات الفلفل ومعاهم شوية تقلية باش من بعد نزينوهم فوق الكسكسي، ونمرق بالماء السخون بالقدا ونغطيها حتى لين تغلي. لهنا خديت الكسكسي زدت معاه شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية زيت زيتونة وبثبثتهم بيديا وزدت معاهم الماء البارد وزدت بثبثت الكسكسي زادة، ومن بعد حطيته فوق الكسكاس وكيما تراو هكا قعدت نحل فيه هكا دائرات صغيرونات باش البخار يدخل في الكسكسي بالباهي. من بعد ما غليت المرقة متاعي زدت الحوت خليته يطيب هكا دريجين خاطر الحوت ما عندوش روح، كان جا حوت أكبر نحطوه أكثر. بعد ما طاب الحوت والمرقة قرت زيتها نزيد شطر مغرفة فلفل أكحل. بعد ما الكسكس يتفور نزيد هكا طبقة الزيت اللي تبدأ موجودة فوق المرقة أول حاجة ونخلط ومن بعد نزيد المرقة. وهكا كانت النتيجة متاعي ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وباي باي في الريسيت الجاية. ومن بعد زدت المرقة الكل وبديت نخلط. وهكا الكسكسي متاعنا حضر ان شاء الله عجبتكم الريسيت وتجربوها وباي باي في الريسيت الجاية.